يا أهلا بيكم. النهاردة بقى هنتكلم عن واحدة من أكتر الكلمات اللي بتلخبط أي حد لسه بيبدأ ألماني. كلمة urgent. أكيد عدت عليكم وعملت لكم صداع. الكلمة دي بتلاقيها في كل حتة، ولو مش فاهمها صح الدنيا بتدخل في بعضها. بس ما تقلقوش، النهاردة هنفك شفرتها دي سوا مرة واحدة وللأبد. يلا بينا نبدأ. شوفوا، الكلام ده بيوصف حالنا كلنا بالظبط. عارفين الإحساس ده لما تقابل كلمة urgent لأول مرة وتفضل تدور في القاموس ومش لاقي لها أي معنى واضح، تحس إنك تايه كده. هو ده بالظبط الشعور اللي هنقضي عليه تماما النهاردة. طيب خلينا نحط القاعدة الأساسية اللي هتمشينا في كل اللي جاي. بصوا، الحكاية كلها إن كلمة urgent دي معناها عدم التحديد. يعني بنستخدمها لما نكون مش عارفين بالظبط بنتكلم عن مين أو عن إيه أو عن فين. أهم نقطة بقى وركزوا فيها قوي، إنها عمرها ما بتيجي لوحدها. مستحيل، لازم تلزق في كلمة تانية عشان يبقى ليها معنى. يلا بينا بقى ندخل على أول مجموعة، الأماكن والأشخاص. لما نكون بنتكلم عن مكان مش عارفينه أو شخص مش محدد، هنا بقى بيظهر عندنا كلمتين مهمين قوي: إيرجنفو وإيرجنتيماند. تعالوا نشوف حكايتهم إيه. خلينا نبدأ بإيرجنفو، ودي سهلة خالص، معناها في مكان ما. يعني لما تكون بتتكلم عن مكان بس مش عارف هو فين بالظبط. شوفوا المثال ده هيفهمكم كل حاجة. Gibt es hier irgendwo ein Restaurant؟ تخيلوا معايا الموقف. واحد ماشي في حتة ما يعرفهاش وجعان على الآخر، فبيسأل أي حد معدي: هو في أي مطعم هنا في أي حتة؟ هو مش بيسأل عن مطعم معين، هو عايز أي مكان ياكل فيه وخلاص. فهمتوا الفكرة؟ وده بقى موقف تاني بيحصل لنا كلنا تقريبا كل يوم. إيرجنفو ist meine Brille، يعني نضارتي في حتة ما. فين بقى الحتة دي؟ الله أعلم. هو ده بالظبط استخدام إيرجنفو. طيب نيجي للكلمة التانية في المجموعة دي، irgendjemand، ودي بتاعت الأشخاص، معناها شخص ما أو حد. بنستخدمها لما نكون بنتكلم عن بني آدم مش عارفين هو مين. المثال ده واضح جدا: irgendjemand hat mein Handy geklaut، يعني ببساطة حد سرق موبايلي. مين الحد ده؟ ما نعرفش، وعشان كده استخدمنا irgendjemand. ما هو لو عارفين مين اللي سرقه كنا قلنا اسمه على طول، صح؟ ومثال كمان من اللي بيحصل كل يوم. تخيل كده واحد رجع البيت فوالدته بتقول له: irgendjemand hat dich vor 5 Minuten angerufen، يعني في حد كلمك من 5 دقايق. مين هو؟ هي مش عارفة أو مش فاكرة اسمه، أي حد وخلاص. تمام كده؟ يبقى احنا كده خلصنا من الأماكن والأشخاص. ندخل بقى على المجموعة اللي بعدها، الأشياء والأوقات. لما نكون بنتكلم عن حاجة مش عارفينها أو وقت مش محدد. الأبطال بتوعنا هنا هم إيرجن إدفاس وإيرجن فان. نبدأ بكلمة إيرجنداتوس، ودي بكل بساطة معناها شيء ما أو حاجة. بنستخدمها لما يكون في شيء معين بس إحنا مش عارفين هو إيه. يعني مثلا لو بصيت على ترابيزة من بعيد وشايف إن في حاجة عليها بس مش قادر تحدد هي إيه، هتقول Es liegt irgendetwas auf dem Tisch، يعني في حاجة على الترابيزة. إيه هي الحاجة دي؟ مش عارفين. طيب، والكلمة التانية في المجموعة دي هي إيرجنفان. دي بقى خاصة بالوقت، معناها في وقت ما أو في يوم من الأيام، سواء بنتكلم عن الماضي أو المستقبل، بس وقت مش محدد. الجملة دي بقى كلنا بنقولها عن أحلامنا: Irgendwann reise ich nach Deutschland، معناها في يوم من الأيام هسافر ألمانيا. إمتى بالظبط؟ محدش يعرف. السنة الجاية، اللي بعدها، كمان 20 سنة. الوقت مفتوح مش متحدد. هايل جدا. كده وصلنا لآخر مجموعة معانا النهاردة، ودي بقى بنستخدمها لما نتكلم عن الطريقة أو النوع بشكل مش محدد. والكلمتين هما إيرجن في وإيرجن آيما. كلمة إيرجن في دي بقى كلمة عبقرية بجد، معناها بطريقة ما أو بشكل أو بآخر. يعني لما نكون مش عارفين إزاي حاجة حصلت أو هتحصل. تخيلوا كده الموبايل ضايع والواحد خلاص هيتجنن، ممكن يقول لنفسه: Ich muss irgendwie mein Handy finden، يعني أنا لازم ألاقي الموبايل ده بأي طريقة. إزاي هيلاقيه؟ مش عارف، مش مهم، المهم إنه لازم يلاقيه خلاص. الطريقة نفسها مش محددة. وآخر كلمة معانا النهاردة هي إرجنت أينن، ودي محتاجة تركيز بسيط. دي عاملة زي أداة النكرة كده، بس بتدي معنى أي وخلاص، يعني مش حاجة معينة. والمثال هنا مع كلمة مؤنثة، وطبعا ليها أشكال تانية زي إرجنت أينن للمذكر وإرجنت أين للمحايد حسب الحالة الإعرابية. بصوا على المثال ده: Ich brauche eben eine Lampe. كلمة لامبة كلمة مؤنثة. معنى الجملة دي إيه؟ معناها أنا محتاج أي لمبة، مش عايز لمبة بشكل معين أو لون معين أو ماركة معينة، لأ، أي لمبة وخلاص، المهم تنور. ودلوقتي بقى جينا لأهم جزء، الزتونة، الخلاصة اللي هتخليكوا عمركم ما تنسوا الكلام ده تاني أبداً. في سر صغير بيربط معظم الكلمات دي بأسئلة الاستفهام اللي بتبدأ بحرف ال W. جاهزين تشوفوا السحر ده؟
ركزوا معايا في الجدول ده عشان ده السر كله. شوفوا الحركة دي، لو جبنا كلمة الاستفهام وحطينا قبلها urgent، السؤال بيتحول لإجابة مش محددة. إزاي؟ بصوا كده، فو يعني فين، حط قبلها urgent تبقى urgent فو في أي حتة. طيب فير يعني مين، تبقى urgent jemand يعني أي حد. وفاس يعني إيه، تبقى urgent etwas يعني أي حاجة. وفان يعني امتى، تبقى urgent فان في أي وقت. وآخر حاجة في يعني إزاي، تبقى urgent في بأي طريقة. إيه رأيكم في الخدعة دي؟ بجد عبقرية. وبكده يبقى فصصنا كلمة إيرجنت وأخواتها حتة حتة وعرفنا سرها. الحكاية كلها في كلمة واحدة: عدم التحديد. أتمنى يكون الشرح ده سهل عليكم ونورت اللغز ده، ودلوقتي جه الدور تطبقوا كل اللي اتعلمناه ده. لو حسيتوا إن الشرح ده كان مفيد ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان ده بيشجعنا جدا نكمل ونعمل فيديوهات أكتر. أشوفكم المرة الجاية، سلام.